في صيف سنة 2018 في حي شعبي هادي في الإسكندرية، فريق من العمال كان بيحفر أساسات مبنى جديد. مكان عادي ويوم عادي، لحد ما اكتشفوا حاجة محدش فيهم كان مستعد يشوفها. حفرة كبيرة وفي آخرها جسم ضخم لونه أسود، تابوت من الجرانيت بالكامل، أكبر تابوت اتلقى في الإسكندرية من أيام البطالمة. ومن اللحظة دي الدنيا اتقلبت. أول حاجة لفتت نظر العلماء إن التابوت وزنه يقارب 30 طن. مين الشخص اللي اتدفن في تابوت بالشكل ده؟ ومين اللي كان عايز يخبيه في عمق الأرض بالطريقة دي؟ لكن الغموض ما وقفش هنا. الناس بدأت تتكلم، شائعات عن لعنة أو وباء هيصيب العالم كله، وبعض السكان قالوا إن المنطقة حصل فيها هزة خفيفة ليلة الاكتشاف. محدش قدر يثبت الكلام ده، لكن الخوف كان مالي المكان. بعد كام يوم اتجمع فريق متخصص لفتح التابوت، واللحظة اللي استناها العالم كله بدأت. الرافعات بترفع الغطا الحجري الضخم، صوت احتكاك الجرانيت بالأرض كان مرعب، والهواء اللي خرج من جوه كان ريحته نفاذة بشكل غريب، كأن التابوت مفتوح بقاله 2000 سنة من شدة الريحة. لكن المفاجأة كانت أبعد من أي توقعات. جوه التابوت ما كانش فيه مومياء ملك ولا جنرال عظيم ولا شخصية مشهورة. كان فيه 3 هياكل عظمية غرقانين في سائل غريب لونه محمر شبه مية الصرف بس لازج أكتر، والجماجم كانت فيها آثار ضربات وكسور، كأن ال3 ماتوا موتة عنيفة. العلماء اتصدموا، مين هم ال3 دول؟ وإزاي اتجمعوا في تابوت واحد؟ وليه اتدفنوا مع بعض؟ لكن اللحظة اللي عملت ضجة عالمية كانت لما انتشرت إشاعة إن السائل الأحمر ده هو ماء الخلود، وإن في ناس طلبت تشرب منه، والسلطات اضطرت تمنع ده رسمياً. بعد الفحص اتضح إن السائل ده مياه اختلطت بمواد عضوية اتحللت عبر آلاف السنين، يعني ببساطة مية مقابر. لكن ده فتح باب جديد من الغموض. ليه التابوت ما كانش جاف؟ ايه اللي خلاه يتحول لوعاء كامل مقفول بالسائل ده؟ مفيش إجابة مؤكدة لحد النهاردة. علماء كتير قالوا إن الهياكل ال3 احتمال يكونوا محاربين أو جنود اتقتلوا في صراع واتدفنوا في تابوت واحد بطريقة غريبة. لكن الدفن الجماعي ده مش من عادات البطالمة أصلاً، وده زود التساؤلات. والأغرب إن التابوت نفسه لسه لحد النهاردة مفيش دليل يربطه بشخصية معروفة، ولا نقش ولا أي علامة تقول مين صاحبه الحقيقي. تابوت ضخم، 3 جثث، سائل غامض، ولعنة شعبية انتشرت في العالم كله. هل كان التابوت فخ؟ ملجأ؟ مقبرة لشخص مهم اتخبى ومحدش عرفه؟ ولا مجرد حادثة تاريخية طبيعية أخدت شهرة أكبر من حجمها؟ لحد النهاردة العلماء ما وصلوش لإجابة نهائية، بس اللي اتفقوا عليه إن اكتشاف التابوت الأسود كان واحد من أكتر الألغاز اللي هزت العالم في القرن ال21، ويمكن يكون لسه مخبي أسرار محدش اكتشفها لحد دلوقتي.